السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. وصفتي النهاردة عبارة عن بريوش هش جدا وبحشوة لذيذة هتعجبكم جدا. لو أول مرة تشوفوا قناتي ندوس زر الاشتراك ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ورأيكم في الكومنتات وما تنسونيش في اللايك. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. وعشان نحضر البريوش أول حاجة هنبتدي فيها هنعمل الحشوة. هيكون معايا كوباية من اللبن، هنزل عليها بمعلقة كبيرة من السكر، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الكاستر البودر، ده كاستر فانيليا. اول حاجه هقلبهم على البارد مع بعض لحد ما الكاستر يدوب كده في اللبن، وبعد كده هرفعهم على نار هاديه لحد ما القوام يبتدي يتقل معايا. ما احاولش اشيل المعلقه كده من الطاسه او الحله اللي بنعمل فيها علشان ما يعملش معانا تكتلات ويطلع معانا بالشكل الناعم دوت. هحطه بقى في بوله وهغطيه بستريتش عشان ما يعملش معانا طبقه ناشفه. ودلوقتي هحضر الوصفه بتاعتي. معايا بوله هنزل عليها بكوبايه من اللبن بتعادل 200 مللي، هنزل عليها ب3 معالق من السكر بيعادلوا 100 جرام من السكر. بعد كده هنزل عليهم بباكت من الخميره ده بيعادل 10 جرام، وهقلب كويس جدا. وهنزل عليهم بحبيتين من البيض حجمهم يكون كبير، هنزل عليهم بباكت من الفانيليا وهقلب كويس جدا لحد ما الخليط يتجانس مع بعضه. هيكون معايا 500 جرام من الدقيق بيعادل نص كيلو، هنزل عليهم بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر وهقلبهم كويس جدا. هجيب بقى الخليط السائل وهنزل عليه بكميه الدقيق، بس هسيب فيها نص كوبايه كده للاخر، هشوف هحتاجها ولا لا. وهبتدي اقلب في العجين بالشكل ده. احتاجت نص كوبايه الدقيق نزلت بيها، وهبتدي اعجن بايديا بقى كده والم العجين بتاعي. بعد ما العجينه لمت معايا هقسمها لنصين، ولو عندك ميزان هتبقى مظبوطه جدا. هقسمهم نصين وهقسم كل قطعه في بوله لوحدها، هقسمهم بالشكل دوت. هيكون معايا بقى كوبايه من الزبده او كوبايه من السمنه بتعادل 200 جرام من السمنه ايا كان عندك. دلوقتي هاخد السمنه بتاعتي او الزبده، هنزل بنصها على اول جزء من العجينه والنص التاني على الجزء التاني. هناخد اول جزء كده حطينا عليه مكعبات الزبده. بصوا يا جماعه الزبده لازم تكون بدرجه حراره المطبخ عشان تبقى سهله معانا في العجن. هنزل بقى بمعلقه ونص من الكاكاو الخام، ده كاكاو اسباني الجوده بتاعته بتبقى حلوه جدا. هبتدي بقى اعجن دلوقتي الجزء دوت. لو احتاج معانا شويه من اللبن هنضيف له، ده بيكون ملمس العجين. عجين البريوش بيكون طري جدا وما بيلزقش في الايد بالشكل ده. هجيب بوله وادهنها بالزيت وهنزل فيها بعجينه الكاكاو وهركنها على جنب لحد ما اشتغل في الجزء الابيض. هاخد الجزء الابيض وهبتدي ادعك فيه لحد ما الزبده تختفي تمام. عجينه البريوش مش بتحتاج مننا دعك، يا دوب يختفي منها الزبده او السمنه اللي بشتغل بيها. وبعد كده بسيبها بقى على جنب. بشغل الفرن لمده 5 دقايق كده على نار متوسطه، واطفيها وادخل فيها العجين بتاعي لحد ما يخمر. وده البريوش بعد ما خمر يا جماعه واتضاعف حجمه هيبقى بالشكل دوت. هنشيل الكيس البلاستيك ونبتدي بقى نشتغل في جزء جزء. هناخد الجزء الابيض هو اللي هيكون من تحت، هبتدي افرده على شكل مستطيل متساوي من جميع الجوانب بتاعته بالشكل ده. بعد ما فردت الجزء الابيض هجيب بقى الجزء اللي هو بالكاكاو وابتدي افرده كده جنبه، ننزل منه الهواء اللي فيه. انا بفرده بيكون سمكه حوالي 3 مللي كده، يعني انا مش بخليه خفيف جدا بحيث الطبقتين لما يبقوا بعض يدوني كده حوالي نص سنتي العلو بتاعه السماكه بتاعته، عشان البريوش ما يبقاش معانا تخين قوي، يبقى عدد لفاته حلوه. احاول بقى افرد فيه بحيث اخلي المستطيل نوعا ما يبقوا مقاس بعض. بعد ما خلصت هاخد بقى الجزء اللي انا فردته بالشوكولاته وابتدي احطه فوق الجزء الابيض بالشكل ده، وهبتدي افرد بايديا بقى بحيث اساوي الجزئين فوق بعض. وهنرجع برضو بالنشابه نبتدي نفرد الاتنين مع بعض ونساوي بقى الاجزاء كلها لحد ما تبقى الطبقتين كده متساويين. بصوا يا جماعه مستطيل مفيهوش حته بيضه خالص، على قد ما بنقدر بنسويهم قد بعض. هنجيب المستطيل بقى بتاعنا كده بالعرض وهبتدي اقسمه على 3. هاخد اول جزئين هما اللي هفرد فيهم الحشو بتاعتي، ده الكاستر بعد ما برد. هبتدي بقى افرد الكاستر بتاعي كده على العجين على التلتين الاولانيين بالشكل ده. بعد ما فردت الكاستر هنزل عليه بقى باي نوع من المربى بتفضليه. انا بفضل المشمش مع الكاستر بيبقى لايق جدا. هبتدي بقى كده افرد خفيف كده طبقه خفيفه جدا من المربى
على الكاستر من فوق. بعد كده بقى هضيف للحشوه بتاعتي اللي هيخلي طعمها حلو جدا ده زبيب، وانا مقطعاه قطع صغيره. هبتدي بقى ارش كده على الحشوه بالشكل ده. هاخد بقى الجزء الاخير من العجين، التلت الاخير، هبتدي اقطعه شرايح بقطع البيتزا او السكينه، شرايح متساويه بالشكل ده، وابتدي ابرم والف كده الشرايط دي بالشكل ده. دلوقتي هبتدي ابرم كده الجزء اللي في الحشوه، هبرمه على شكل رول ونطلع بيه لقدام. بحاول بقى اظبطها كده على قد ما اقدر، وبكون محضره الصينيه بتاعتي ودهناها بالزيت كويس جدا، وهنزل فيها كده بالرول البريوش بالشكل ده. هشغل الفرن بتاعي على اعلى درجه لمده 5 دقايق، وهطفيه. هبتدي ادخل فيه صينيه البريوش وهسيبها لحد ما تخمر. وده شكلها بعد ما خمرت اتضاعف حجمها. دلوقتي هجيب صفار بيضه، وهجيب معلقتين من اللبن ونقطه من الخل علشان الزفاره بتاعت البيض، وهضربهم كويس جدا وهدهن بيهم وش البريوش. دلوقتي بعد ما خلصت الفرن بتاعي سابق التسخين قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 200 الرف الوسطاني. اول ما نحس ان البريوش ابتدى ياخد لون من فوق هطفي عليه واشغل عليه الشواية. وده البريوش بعد ما خرج من الفرن، شكله حلو جدا، مقادير مظبوطة، طعمه تحفة. اول ما بيخرج كده بجيب بقى اي سيرم شربات، اي شربات عندك خفيف تقيل، ابتدي بقى بالفرشة وادهن الوش كده بالشكل ده، هيديه طعم حلو جدا. ودلوقتي هقطعه واوريكم شكل الحشوه من جوه، حلوه جدا. الكاستر مع مربى المشمش لايقين جدا مع بعض وطعمه تحفه يا جماعه. يا رب اكون افدتكم، كل الفيديو عجبكم، مع السلامه.